النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. الزعيم العرباوي يصل إلى البلاد بعد خطف بطاقة المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد العربي. أهلا بكم إلى أخبار الرياضة. بعد أن خطف بطاقة المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد العربي من أمام فريق الرجاء البيضاوي المغربي، عاد إلى أرض الوطن فريق النادي العربي وسط استقبال جماهيره التي تغنت بهذا الفوز. وسيلاقي العربي في نهائي البطولة نظيره اتحاد العاصمة الجزائري في 24 من الشهر الجاري في الكويت، بينما سيكون لقاء الإياب في الجزائر في 14 من الشهر المقبل. تقرير لأحمد العنزي يسلط الضوء على تأهل الأخضر إلى المباراة النهائية. بهذه الأغاني الرياضية العرباوية التي رددتها الجماهير وبباقات الورود التي ملأت قاعة القادمون بمطار الكويت الدولي، حظي وفد فريق كرة القدم بالنادي العربي باستقبال كبير رغم وصول طائرتهم في وقت غير مناسب للجماهير الرياضية. بظرف ثواني العرباوية يروح العربي مهزومين ويلعبون لآخر دقيقة لآخر ثانية. هذه الروح العرباوية، هذه اللي نتمناها احنا بالدوري وفي أي مباراة. هذه الروح وصروا والله وفقنا وجبنا هدفين وتعادلنا وصلنا النهائي. كله مجهود اللاعبين وهم البركة وهم واعدوني صراحة من الكويت موعديني وانا موعدهم، وان شاء الله قالوا ان شاء الله بعد ان شاء الله نوصل النهائي. قبل المباراة وقبل الاجتماع موعديني وقالوا لازم نوصل النهائي، انت فال خير علينا. رحلة شاقة ومتعبة عانى من خلالها لاعبو النادي العربي، سواء كانت من رحلة الطيران أو من خلال سكن الوفد في المغرب، وانتهاء بمجريات المباراة التي وصفت بالمجنونة. والله أخوي أحمد ما أنت غريب، يعني يمكن قبل لا نطير حق المغرب كان في كلام إنه يكون في طيارة خاصة، واعتقد ما صار هالشيء. أتمنى من الحكومة، أتمنى أنهم يلتفتون شوي لنا الرياضيين. عندنا مباراة الحين نهائية مع الفريق الجزائري، أعتقد راح تكون رحلة متعبة جدا بكون أن الجزائر ما في خطوط دايركت، راح يكون فيها ترانزيت. أتمنى من الحكومة مساعدة يعني عيالها في مجال الرياضة وتمثيل الكويت وأحسن تمثيل بالرياضة بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، قدرنا أنه نخطف الفوز في آخر لحظات المباراة. الشباب كانوا على قدر المسؤولية، أدوا واجبهم، التزموا بتعليمات الكابتن. الحمد لله الله وفقنا، وبنحكي مبروك للاعبين ومبروك للجمهور ومبروك للنادي هذا الفوز. فريق كرة القدم بالنادي العربي أعطى درسا من دروس الساحرة المستديرة بعد أن قلب الطاولة على ضيفه الرجاء البيضاوي المغربي رأسا على عقب بتحويل تأخره من هدفين إلى تعادل بطعم الفوز أهدته بطاقة العبور للمباراة النهائية في ظرف 4 دقائق مجنونة من عمر اللقاء. مستواه بأفضل من مستوياتنا، لكن احنا الحمد لله يعني بعزيمة الأولاد باصرارهم انهم رايحين لازم ياخذون المباراه ويطلعون على المباراه النهائيه، والحمد لله. يعني يمكن يوفينا جولين كنا اكثر شيء بيأسين، ولكن اعتقد ان مدرب الفريق الرجاء اعتقد انا ما اقول استهتر، طلع افضل لاعبينه خلال يمكن احنا 5 دقائق جبنا جولين. اخر 5 دقائق كانت مرعبه بالنسبه لنا صراحه، والحمد لله توفيق من الله، فضل دعوات اهل البيت توفقنا، وان شاء الله يا رب يعني فالنا النهائي. شو اللي صار اخر شيء؟ والله اللي صار للحين مو مستوعب انا. اي والله حتى اللاعبين بعد المباراه يعني تخيل قاعدين داخل ساكتين قاعدين طالع بعض، يعني شو اللي صار بالمباراه ما ندري. الحمد لله الله كاتبها لنا ان شاء الله. واشكر الصراحه اللاعبين الزعيم على المباراه انه ما قدم المستوى المطلوب، بس ادري المباراه مثل هذه ما يبي لها اداء، والحمد لله على كل حال يعني كل مباراه لها ظروفه، وان شاء الله تكون القادم افضل باذن الله. واشكر الجمهور الوفي اللي اليوم حضر. وبفوز العربي في هذا اللقاء يكون قد ضرب موعدا مع فريق اتحاد العاصمة الجزائري في المباراة النهائية التي تقام بطريقة الذهاب والإياب، في نهائي يسعى من خلاله الزعيم العرباوي لتدوين اسمه كأول فريق كويتي يحرز اللقب. أحمد العنزي،
الراي.